السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 45 سنة تمر اليوم عن أبرز حدث عرفته الجزائر في تاريخها بعد الاستقلال، والأمر يتعلق هنا بقرار الرئيس الراحل هواري بومدين بتأميم المحروقات بتاريخ 24 من فيفري عام 71 900 وألف. يقول خبراء الاقتصاد بقدر ما كان هذا التاريخ نعمة على الجزائر في حقبة ما بعد الاستقلال، بقدر ما تحول إلى نقمة للجزائر وشعبها في هذه الحقبة التي نعيش. فصناع القرار فشلوا في تحويل المحروقات إلى ثروة اقتصادية دائمة، وظلت الجزائر تدك رأسها داخل برميل النفط بنسبة 98%. الجزائر ضيعت فرصا ذهبية لتحقيق الصعود في سلم التطور، وتجاهلت بذلك المحروقات كالفلاحة أو بدائل المحروقات كالفلاحة والسياحة والصناعة، عندما كان سعر برميل الذهب الأسود 150 دولار للبرميل، وأوصل البلد زمن التخمة المالية باحتياطي صرف قدره 200 مليار دولار. هذا الوضع جمد عقل ساسة البلد وعطر تفكيرهم في عواقب الاتكال على سعر برميل المتقلب، حتى أصبحت الجزائر مهددة في سيادتها بسبب البرميل الذي خدع الجميع بسقوط حر يلامس جدار 30 دولار للبرميل، فوضع البلد برمته في أسوأ وضع. الطاقة المتجددة أو البديلة مفتاح آخر ضيعته الجزائر على نفسها، فرغم إقرار البرنامج الوطني المحين لتطوير الطاقات المتجددة العام 2012 والذي يهدف إلى إنتاج 22 ألف ميجاوات موجهة للاستهلاك الوطني و10 ألاف ميجاوات أخرى موجهة للتصدير، إلا أنه على الميدان لم يتحقق شيء رغم دخول 14 محطة لتوليد الطاقة الشمسية الميدان العام 2015. يحدث هذا بعد أن ضيعنا مشروع ديزرتاك. شركة سوناتراك أو أم الجزائريين كما يطلق عليها، التي تحتل المرتبة التاسعة عالميا من حيث إنتاج الغاز ب 83 مليار متر مكعب، وتحتل المرتبة الثامنة عشر عالميا في إنتاج النفط ب 1.52 مليون برميل يوميا. تراجعت عائداتها بحوالي 15%، ما يعادل تقريبا 15 مليار دولار خلال العام 2015. وأخطر تحدي يواجه سوناتراك في قادم السنوات هو اشتداد المنافسة في السوق الأوروبية، على اعتبار أن الغاز الجزائري أصبح غير تنافسي في القارة العجوز بعد سيطرة روسيا على 23% من السوق، ومضاعفة قطر لحصتها في أوروبا. والشركات الأوروبية المستوردة للغاز الجزائري تسعى بعد 2018 لمراجعة عقودها مع سوناتراك. إخفاق صناع القرار في رسم جغرافية البلد دون النظر لباطن الصحراء على مدار 45 سنة من تأميم المحروقات جعل البعض يقول: ليت النفط لم يكن في بطن الجزائر، ليته لم يكن. فالإمارات تحتفل بتصدير آخر برميل نفط في تاريخها، ونحن نفكر ونغرق في التفكير لإيجاد مخرج من قاع البرميل.